إسلام أفرو يتحدث عن انفصاله، ومجد بركات يوضح علاقته بقمر الطائي. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع إسلام أفرو اللي نشر ستوري يتحدث فيه عن انفصاله عن خطيبته الروسية، وأكد إسلام أفرو إنه الانفصال كان بينهم بود. نخش في الموضوع على طول. اللي هيعرف يقول للي ما يعرفش، عشان ما حدش يقعد يسألني كتير والاقيها في الكومنتات وتبعتوا لي في الخاص. اسلام فين دبلتك؟ انت خاطب ولا لسه؟ انت سبت خطيبتك؟ فانا بطلع وبعلن وبقول انا الحين مش خاطب، انا سبت خطيبتي، سبنا بعض بود ومحبة لاني ما كانش فيه اتفاق في الاخر. بما اني انا بفرجكم كل حاجة في حياتي، مع اني الاشياء البرايفت ما بحبش اتكلم عنها، بس ده واجب عليا ان انا لازم اقول لكم ايه اللي بيحصل في حياتي. فانا فسخت خطوبتي وانا مش خاطب دلوقتي، وسبنا بعض بكل محبة وود لاني ما كانش فيه اتفاق في الاخر. واحنا دلوقتي يمكن بقالنا 4 شهور او يمكن اكتر. يا ريت محدش يقول لي تاني فين خطيبتك، انت مش خاطب، انت محدش. واللي عرف يقول لي اللي ما يعرفش بقى. بس خلاص. نمر إلى مجد بركات اللي نشر ستوريات يرد فيها على أسئلة الجمهور، وفي متابعين سألوه عن علاقته بقمر الطائي، وأكد مجد بركات إنه هن بس أصدقاء، وقمر الطائي مثل أخته الصغير.